عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا سنة رابعة في تاني دروس الوحدة التانية، واللي بيتكلم عن الأماكن التراثية في بلدنا. أماكن تراثية، يعني إيه أماكن تراثية؟ الأماكن التراثية يا ولاد اللي هي بتشمل الآثار القديمة، يعني الحاجات اللي اتعملت منذ القدم، أو المواقع الطبيعية زي المحميات الطبيعية أو الجبال اللي لها أثر تاريخي. فكل دي بنقول عليها أماكن تراثية. يبقى الأماكن التراثية بتشمل الآثار القديمة والمواقع الطبيعية، زي على سبيل المثال المحميات الطبيعية أو بعض الجبال. مصر يا ولاد بتضم 7 مواقع تراث عالمي، يعني على مستوى العالم. تاني السؤال ده مهم. مصر بتضم 7 مواقع تراث عالمي، والسبع مواقع دول بيعودوا يا ولاد لعصور ما قبل التاريخ والحضارة المصرية القديمة والعصر القبطي والعصر الإسلامي. يعني ال7 مواقع اللي احنا هنتكلم عليهم النهاردة في الدرس بيرجعوا إلى عصر ما قبل التاريخ والحضارة المصرية القديمة والعصر القبطي والعصر الإسلامي. طيب، تعال بقى نتعرف مع بعض على ال7 مواقع. أو أول حاجة عندنا هنتعرف عليها في ال7 مواقع عندنا وادي الحيتان. وادي الحيتان، إيه وادي الحيتان ده يا مستر؟ وادي الحيتان ده يا ولاد موجود في محافظة الفيوم. يبقى وادي الحيتان موجود في محافظة الفيوم. موجود فين؟ في محافظة الفيوم. طب ده عبارة عن ايه؟ ده يا ولاد بيضم هياكل عظمية للحيتان عمرها حوالي 40 مليون سنة. ياه، ده بقالها كتير جدا. طيب، يبقى الوادي ده بيضم هياكل عظمية للحيتان يبلغ عمرها يا ولاد حوالي 40 مليون سنة. والموقع ده هو الموقع الطبيعي في ال7 اللي احنا هنتكلم عنهم. ده موقع طبيعي، وهو الموقع الطبيعي الوحيد في مصر ضمن قائمة التراث العالمي. يبقى ده أول حاجة اتكلمنا عنها، اللي هو إيه يا ولاد؟ وادي الحيتان. طيب، إيه تاني حاجة؟ حاجة عندنا اسمها جبانة منف. جبانة منف، ايه جبانة دي؟ يعني الجبانة يا ولاد معناها الصحراء او الارض المستوية المرتفعة. طيب، دي موجودة فين؟ اين توجد؟ موجودة بالقرب من قرية ميت رهينة في محافظة الجيزة. موجودة فين؟ بالقرب من قرية ميت رهينة في محافظة الجيزة. طيب، هي بتضم ايه الجبانة دي؟ بتضم اهرامات الجيزة. بيبقى موجود فيها ايه؟ اهرامات الجيزة. وايه كمان؟ وهرم سقارة. هرم سقارة وغيرها من الآثار برضو المصرية القديمة. يبقى تضم الجبانة أهرامات الجيزة وهرم سقارة وغيرها من الآثار المصرية القديمة. وطبعا احنا قلنا هي موجودة بالقرب من قرية ميت رهينة. طيب، تعالى بقى نبدأ نكمل نشوف ايه تاني. 3، مدينة طيبة. مدينة ايه؟ مدينة طيبة. طب هي فين يا مستر مدينة طيبة دي؟ قال لك دي موجودة في محافظة الأقصر. في محافظة ايه؟ الأقصر في صعيد مصر. طيب، ودي كان زمان يا ولاد طيبة دي كانت عاصمة مصر القديمة. يعني مدينة طيبة دي زمان كانت عاصمة مصر القديمة. طب فيها ايه يا مستر المدينة طيبة؟ قال لك موجود فيها يا ولاد معبد الكرنك ومعبد الدير البحري ووادي اسمه وادي الملوك. يعني مدينة طيبة دي اللي هي موجودة في محافظة الأقصر حاليا، قال لك بتضم معبد الكرنك ومعبد الدير البحري ووادي الملوك. يبقى مدينة طيبة بتضم معبد الكرنك ومعبد الدير البحري ووادي الملوك. طيب، تعالى ناخد رابع حاجة، آثار النوبة. آثار إيه؟ آثار النوبة. طب دي موجودة فين يا ولاد؟ آثار النوبة موجودة في جنوب مصر بمحافظة أسوان. موجودة في جنوب مصر بمحافظة
أسوان، وهي يا ولاد بتضم آثار من مختلف العصور التاريخية في مصر، يعني فيها آثار مختلفة، زي مثلا على سبيل المثال معبدي أبو سمبل اللي عملهم الملك رمسيس الثاني، وفي برضو عندنا معبد فيلة، وده طبعا سواء معبدي أبو سمبل أو معبد فيلة دي بترجع للحضارة المصرية القديمة. وفي برضو عندنا دير الإنبا سمعان والمقبرة الإسلامية، ودي كلها طبعا اتوجدت على مختلف العصور. يبقى تاني، آثار النوبة بتضم معبدي أبو سمبل، وبرضه عندنا بتضم معبد فيلة، ودول قلنا بيرجعوا للحضارة المصرية القديمة، ودير الإنبا سمعان والمقبرة الإسلامية، ودي طبعا موجودة كلها في منطقة النوبة. طيب، خامس حاجة هنبدأ نتكلم عنها اللي هي منطقة أبو مينا. منطقة إيه؟ أبو مينا. ودي موجودة فين يا مستر؟ دي بتوجد جنوب غرب مدينة الإسكندرية، يعني هي موجودة في محافظة الإسكندرية في جنوب غرب مدينة الإسكندرية. طيب، دي تعتبر مزيج من الحضارات القديمة، مزيج من الحضارات القديمة. طب بتضم إيه يعني؟ قال لك بتضم بقايا الكنائس والأديرة والمنازل حول قبر القديس مار مينا. يبقى تاني، بتضم بقايا الكنائس والأديرة والمنازل حول قبر القديس مار مينا. يبقى هي منطقة قلنا موجودة في جنوب غرب مدينة الإسكندرية. طيب، عندنا برضو سادس حاجة هنتكلم عنها اللي هو دير سانت كاترين. طبعا الدير ده مشهور جدا في مصر. دير سانت كاترين موجود فين في مصر؟ موجود في محافظة جنوب سيناء. يبقى موجود في محافظة جنوب سيناء. وخلي بالكم السؤال ده مهم جدا، يعد دير سانت كاترين من أقدم الأديرة في العالم. يبقى دير سانت كاترين يعد من أقدم الأديرة في العالم يا ولاد. وخلي بالكم برضو إن ليه أهمية كبيرة للديانات السماوية الثلاث، عشان هناك في جبل موسى، وفي جامع طبعا من منذ العهد الفاطمي موجود داخل ساحة دير سانت كاترين. يعني هو يعتبر ليه أهمية كبيرة للديانات السماوية الثلاث اللي هي الإسلامية والمسيحية واليهودية. طيب، سابع حاجة هنتكلم عنها بقى القاهرة التاريخية. القاهرة التاريخية دي بقى تعتبر ضمت مدن وعواصم إسلامية قديمة زي الفسطاط، مدينة الفسطاط ومدينة العسكر والقطائع. يعني القاهرة التاريخية ضمت مدن وعواصم إسلامية زي عندنا مدينة الفسطاط ومدينة العسكر والقطائع. وفيها يا ولاد آثار إسلامية عديدة، يعني هي تشمل العديد من الآثار الإسلامية زي مقياس النيل ومسجد عمرو ابن العاص وجامع أحمد ابن طولون. وكمان فيها آثار قبطية زي الكنيسة المعلقة اللي احنا اتكلمنا عنها في الترم الأول. يبقى تشمل القاهرة التاريخية العديد من الآثار الإسلامية زي مقياس النيل ومسجد عمرو ابن العاص وجامع أحمد ابن طولون، وبرضو فيها الآثار القبطية زي الكنيسة المعلقة. طيب، احنا كده اتكلمنا عن السبع مواقع اللي بيمثلوا مصر على قائمة التراث العالمي. عايزين نعرف بقى ايه أهمية المواقع التراثية دي؟ هل ليها أهمية؟ طبعا ليها أهمية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الحضاري. طيب، ايه الأهمية بتاعتها؟ ان هي يا أولاد بتساعدنا على دراسة وفهم التاريخ المصري. ان المواقع دي بتخلينا نفهم وندرس التاريخ المصري. ده اول حاجة. كمان بتوفر فرص عمل للشباب، اللي هو ازاي؟ يعني ان الشباب بيشتغلوا في مجال السياحة في تلك الاماكن، يبقى بتوفر فرص عمل للشباب.
كمان يا ولاد بتساهم في زيادة الدخل القومي، لأن هيجي لها سياح وبالتالي هيزود الدخل القومي للدولة. يبقى تاني، إيه أهمية المواقع التراثية؟ قلنا بتساعد على دراسة وفهم التاريخ المصري، بتوفر فرص عمل للشباب، وبتساهم في زيادة الدخل القومي. تعال بقى نتجه لسؤال تاني خالص. هل الدولة بتهتم بمواقع التراث العالمي؟ طبعا قامت بلدنا طبعا مصر بجهود كبيرة اللي هي تحافظ على مواقع التراث العالمي في مصر وحمايتها. طب ايه تلك الجهود؟ هل في امثلة من تلك الجهود؟ طبعا عندنا مثلا تطوير طريق الكباش اللي موجود في محافظة الأقصر، تطوير طريق الكباش اللي موجود في محافظة الأقصر، ده تم تطويره وافتتاحه في عام 2021. يبقى ده من ضمن الجهود اللي قامت بها الدولة في تطوير المواقع التراث العالمي. في برضو عندنا مشروع الصوت والضوء. مشروع الصوت والضوء، ايه مشروع الصوت والضوء؟ طبعا ده اللي موجود عندنا في منطقة أهرامات الجيزة، ان هو بيتم عروض ليلية، يعني بيجي مثلا بالليل، بيتم طبعا عن طريق الإضاءة وعرض أصوات بتحكي عن تاريخ المنطقة وآثارها بعدة لغات، يعني مش اللغة العربية بس، لا، بأغلب لغات العالم، علشان السياح اللي قاعدين يسمعوا ويعرفوا تاريخنا وتاريخ المنطقة. يبقى ده اسمه الصوت والضوء، ده موجود في منطقة الأهرامات، يعني كانت بداية انطلاق المشروع من منطقة أهرامات الجيزة. بعد كده يا ولاد تم تنفيذ المشروع ده في عديد من المناطق الأثرية الأخرى، يعني بقاش في الأهرامات بس، ده بقى موجود في أكتر من مكان من الأماكن الأثرية في مصر، اللي هو مشروع الصوت والضوء. طيب تعالى بقى نتكلم عن منظمة كده اسمها منظمة اليونسكو، وإيه علاقتها بقائمة التراث العالمي. أولا هي إيه اليونسكو دي؟ دي يا أولاد منظمة أصلا تابعة للأمم المتحدة، وهي متخصصة في التربية والعلوم والثقافة. يعني بتعمل إيه؟ تقوم المنظمة دي باختيار مواقع أثرية وتراثية وطبيعية في العالم، هي اللي بتختارها طبعا على حسب اختيار أو في شروط معينة، لتكون تلك المناطق سواء الأثرية أو التراثية أو الطبيعية ضمن قائمة مواقع التراث العالمي. طب إيه الهدف من القائمة اللي هم بيختاروها؟ إن هي بتحمي مواقع التراث العالمي وبتحافظ عليها. طب ليه هي بتحميها وبتحافظ عليها؟ لأنها تمثل أهمية كبيرة في حضارات الشعوب. يبقى الهدف من تلك القائمة اللي بتعملها اليونسكو هي حماية مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها، لأنها تمثل أهمية كبيرة في حضارات الشعوب. طيب قال لك إن في قائمة من المواقع التراثية المحتمل إدراجها. يعني إيه محتمل إدراجها؟ يعني هيدخلوها على قائمة التراث العالمي بالنسبة لمصر. طيب كم موقع من ضمن تلك المواقع اللي على القائمة؟ قال لك في 34 موقع مصري، ده يعتبر على قائمة اليونسكو اللي هيتم منهم اختيار أحد المواقع. طب مين من ضمن المواقع دي؟ عندك منطقة واحد سيوة اللي موجودة في محافظة مطروح، يعتبر هو من ضمن قائمة اليونسكو للمواقع ال 34 موقعا مصريا، اللي هو يعتبر من الايه؟ من المواقع المحتمل إدراكها بمصر. طيب فقال لك هنا ايه؟ فالحفاظ على الآثار واجب وطني. فالحفاظ على الآثار واجب وطني، لأنها تشكل جزء أصيل من هويتنا وحضارتنا وتراثنا. وبكده يا ولاد يبقى خلصنا الدرس، ونلقاكم في حلقة جديدة. معكم مستر أسامة النوبي.